ان شاء الله لما تجربيها معايا زي ما انا قلتلك بالظبط كده بنفس المقادير وبنفس الخطوات، ان شاء الله هتعجبك جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. النهاردة رجعنا لكم فيديو جديد، بس قبل ما نبتدي عايزة اقولك لو انت اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناة، وما تنسيش تعملي لي لايك، وكمان ما تنسيش يا حبيبتي تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده بقى رجعنا لكم في فيديو جديد. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقول لكم ايه الحاجة اللي هنعملها النهاردة ان شاء الله هنعمل البسيمة. البسيمة نوع من الحلويات جميل جدا، بتبقى كمان غالية جدا في المحلات. طبعا هي قريبة جدا للبسبوسة، بس اللي بيفرقها عن البسبوسة ان هي بتبقى فيها سمنة بلدي كتير، وكمان معمولة بجوز الهند كتير. تمام كده. هنقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. هنقول المقادير عبارة عن ايه. كوباية من السكر، تمام. كمان معانا كوباية من دقيق السميد، كمان معانا كوباية من الدقيق الابيض. المقادير سهلة وبسيطة. كمان معانا كوباية من السمن، انت عايزة تستعملي سمنة بلدي زي ما انا قلتلك في الاول، تمام. هتستعملي سمنة بلدي النوع اللي انت بتحبيه. انا بصراحة النهاردة ما عنديش سمنة بلدي انا هعمل بالسمنة العادية. كمان معايا كوباية من اللبن، وده انا جايبة تمن جوز الهند. انت عايزة تزودي تخليه ربع براحتك خالص، بس انا كان المتاح عندي اللي انا جبت بصراحة تمن. هو عبارة عن كوبايتين زي ما انتوا شايفين كده. وكمان معايا معلقة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة. ومعايا مكسرات زي ما تحبي خالص، المكسرات اللي عندك في البيت حطيها. وده الشربات اللي هنسقي بيه البسيمة، وهو عبارة عن كوباية ونص من السكر، عليها كوبايتين من المية تحطيها على النار، ولما المية تبدأ تغلي شوية معاكي هتروحي ضايفة نص ليمونة. انت كمان عايزة تزودي لها فانيليا، تمام، اللي هو الباكو الفانيليا، تمام خالص، هيدي معاكي طعم وريحة جميلة. ولو عندك كمان حتة من السمنة البلدي يا دوبك معلقة صغيرة خالص او اقل كمان من معلقة هتحطيه اهو، وهتكون كويسة جدا معاكي. عايزة اقولك ان الشربات بتاع البسيمة بيكون بارد، غير البسبوسة. البسبوسة شرباتها بيكون سخن وكمان بينزل عليها وهي سخنة، لا، النهاردة البسيمة بتاعتنا لازم يكون الشربات معاكي بارد. هنبدأ بقى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدأ نحط المقادير. عايزة اقول لكم يا حبايبي ان احنا طريقتنا هنبدأ بالرصة. شايفين الرصة دي عاملة ازاي اهو؟ افتكروها زي ما انا رصاها اهو. دقيق السميد، وبعدين الدقيق الابيض، وبعدين السكر، تمام، وبعدين هننزل بالسمنة بتاعتنا، وكمان بعدها هننزل باللبن وجوز الهند، وطبعا ما ننساش معلقة من البيكنج باودر، تمام. فالرصة زي ما انا رصاها كده بالظبط، هنمشي بالترتيب بتاعها، تمام. هنبدأ اهو. اول حاجة كوباية من دقيق السميد اهو، طبعا هنحط كله على بعضه. هنحط الدقيق الابيض، وكمان السكر. عايزه اقولك لو انتي الصينيه بتاعتك صغيره وعايزه تاخدي نص المقادير اللي انا عاملاها دي، تمام، يبقى هتحطي اهو، هتحطي نص كوبايه. يعني لو صينيتك صغيره
مش عايزة تحطي كل المقادير، مثلا كوباية كوباية كوباية، عايزة تحطي نص، مفيش اي مشاكل. لو الصينية بتاعتك كبيرة زودي شوية، بس خلي المقادير زي بعض بالظبط، واستعملي في المقادير نفس الكوباية زي ما انا عاملة كده. بصوا اهو، نفس الكوباية اهو، كلها زي بعض اهو. هننزل بالسمنة بتاعتنا اهو. لو انت بقى عندك سمنة بلدي تمام، زي ما انا قلتلك برضو في الاول، البسيمة بتحب السمنة البلدي، بس انا والله مش عندي سمنة بلدي فعملتها بالسمنة العادية. لو عايزة كمان تحط زبدة ماشي، يعني حط مثلا نص كوباية سمنة ونص زبدة، مفيش اي مشاكل اهو. هنقلبها كويس قوي مع بعض اهو. كده حطينا كل المقادير اللي احنا قلنا عليها، اللي هي كانت عبارة عن دقيق السميد والدقيق الابيض والسكر والسمنة. هننزل دلوقتي اهو بس انها كويس مع بعض. هنروح نازلين بجوز الهند، انت عايزة تكتري يبقى كويس جدا. زي ما انا قلتلك في الاول، ده عبارة عن توم اهو. هنقلبها كويس قوي مع بعض اهو. لو انت بقى عايزة تزودي جوز الهند تمام. لو انت كمان عايزة تجيبي جوز الهند من اللي هو المبشور ده، هيكون احلى من ده بكتير، يعني هتبان معاكي بجد انها بسيمة، بس انا ما لقيتش من المبشور اهو يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده احنا نزلنا بكل المقادير، واخر حاجة كان معانا البيكنج باودر اللي هو عبارة عن معلقة صغيرة، وكمان جوز الهند. اللبن بقى اهو هنحط واحدة واحدة كده، هننزل باللبن واحدة واحدة تمام. انا مش عايزاها تبقى العجينة سايلة، لا، انا عايزاها تبقى متماسكة معايا. فهنشوف هناخد قد ايه من الكوباية اللي انا قلتلكوا عليها. هنقلب كويس، مش لازم تاخد الكوباية كلها. يبقى كده كفاية، مش هنحط لبن تاني.
عين الجمل، لوز، يعني المتاح عندك حطيه. مجرد يعني ايه شكل كده زي البسيمة ايه اللي بتتباع بجد في المحلات اهو. اهو هنضغط بقى عليها. طبعا انا مسخنه الفرن بتاعي من اول ما بدأنا. بنفرد كده يا حبايبي اهو، ندوس عليها كده. وانا طبعا مولعه الفرن بتاعي من اول ما بدأت. هندخلها في الرف الوسطاني على نار هاديه، وبعد كده هنولع الشوايه تاخد وش من فوق. عايزه اقول لكم كمان، لو انتوا ما عندكوش اي مكسرات خلاص عادي، مفيش اي مشاكل. هي كمان من جوه طبعا زي ما انتوا عارفين كلها جوز الهند، فمفيش اي مشاكل. احنا بس بنعمل شكل كده زي ايه اللي بتتباع في المحلات بس مش اكتر يعني. انما لو مش عندك مفيش اي مشكله. هندخلها الفرن ولما تطلع هوريها لكم. ودي كان شكلها بعد ما دخلت الفرن. انت عايزه تحطيها على الرف اللي تحت في الفرن فوق النار على طول، حطيها بس خلي عينك عليها اوعي تتحرق منك. لو عندك وقت يعني خلاص يبقى حطيها في الرف الوسطاني، وبعد ما تاخد لون من تحت هتفتحي عليها الشواية تاخد اللون ده من فوق. هي الوقت طبعا لسه طالعة من الفرن زي ما انا قلت لكم، هي لسه سخنة والشربات معايا بارد اهو. تمام. انا بقى هنزل بالشربات عليها على طول. بسم الله. زي ما انتوا شايفين كده هي بتشرب على طول، وطالما شربت على طول يبقى كده البسيمة نجحت معايا. انا هديها بقى لحد اهو، هكمل برضو لحد ما خلاص تشرب خالص اهو. اهو بنكمل تاني لحد ما تشرب خالص. وبعد كده خلاص هنقطعها ونقدمها معاكم. ودي بتكون البسيمة اللي احنا عملناها في البيت اهو. هنسيبها بقى تشرب خالص الشربات، طبعا هي لسه سخنة خالص، واول ما تبرد معانا ان شاء الله هنقدمها. ودي كانت وصفتي النهاردة اللي هي البسيمة. ان شاء الله لما تجربيها معايا زي ما انا قلتلك بالظبط كده بنفس المقادير وبنفس الخطوات ان شاء الله هتعجبك جدا. ودي بعد ما خلاص قطعناها اهو. طبعا هي برضو لسه سخنة بس انا حبيت اقطعها لكم عشان تشوفوها معايا. ودي البسيمة الجميلة جدا، احسن كمان من بتاعة المحلات، انت اللي عاملاها بايديكي. ويا رب ان شاء الله تكون وصفتي عجبتكم. ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش يا حبايبي تعليقاتكم الجميلة قوي اللي بتفرحني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.